السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة ملعب أبو الكباتن في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنستعرض فيها أهم وآخر أخبار النادي الأهلي قبل مباراة الغد أمام بطل البرازيل. المربع الذهبي لا يعرف إلا النادي الأهلي. مش هكلمك على الأرقام القياسية اللي بيحققها النادي الأهلي وبيناطح ويزاحم بها ابطال اوروبا، لاننا هكلمك باذن الله تعالى عن حيره كولر وقلق داخل النادي الاهلي، وما نتمناش يكون قلق باذن الله تعالى بسبب ثلاثي النادي الاهلي، ثلاثي المرعب، الثلاثي اللي كلنا معتمدين عليهم اعتماد كلي بعد اعتمادنا على ربنا سبحانه وتعالى. فباذن الله تعالى هنستعرض التشكيل ايضا وموعد المباراه. فلو اول مره حضراتكم بتتابعونا، اتمنى من كل قلبي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والضغط لايك عشان يوصلك كل جديد. طبعا النادي الاهلي ما زال كتابه مفتوح ولا يغلق الا مع نهائي كل بطوله. فالاهلي في البطوله دي ناوي باذن الله تعالى يضع قدما في النهائي، ايا كان مين الطرف اللي هيكون قصاد النادي الاهلي. لكن قبل ما نروح للنقطه دي لازم نبص على بكره. الاهلي هيلاعب بطل البرازيل اللي فيه يعني مارسيلو تقريبا ألمع نجومه، يعني وهو يعني مش هنقول السن وبطل والكلا، كل مره ظروفها. وسرق المثل اللي بيقول ادينا في العتاق. طيب النادي الاهلي داخل المباراه وانا بقول لك بنفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات، ماتش الاهلي واتحاد جده السعودي. مفيش تغيير، مفيش تغيير ابدا. يعني الشناوي في حراس المرمى، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ومحمد هاني وعلي معلول. وعندك في خط النص امام عاشور وكوكا ومروان عطيه. ده منهم بقى زي ما انتم عارفين حضراتكم حسين الشحات بيرستاو، وفي الهجوم الفولت العالي محمود عبد المنعم كهربا. ولكن يتم ايقاف اللاعب موديست نظرا لطرده كارت الاحمر مباراتين، ويبدو ان موديست جه عشان خاطر يعني يضع قدمه في مونديال كاس العالم للانديه اللي ربما يعني كانت لم تاتي له الفرصه لو لم ياتي النادي الاهلي يعني. ولكن اللي بيجي الاهلي بيجي يستفيد بتاريخ بطولات بامجاد وبيمشي. النادي الاهلي يا جماعه بيعاني من يعني مش عايزين نقول ازمه، ثلاثي لاعبي النادي الاهلي حسين الشحات وكهربا ومحمد هاني على ما اعتقد. 3 لعيبه حصلوا كل منهم على انذار في المباراه اللي فاتت. كهربا حصل على انذار، وتقريبا محمد هاني على ما اعتقد، يا محمد هاني يا محمد عبد المنعم. ولكن اللي احنا متاكدين منه انه كهربا وحسين الشحات حصلوا على كل واحد فيهم انذار. لو اخذ كل واحد فيهم انذار الماتش بتاع بكره ده مش هيلعب الماتش اللي بعده. فحيرة كولر، هل لو انت مكان كولر تريح الثلاثي شوط اول وتنزلهم شوط تاني، ولا تبدا بيهم وتامن النتيجه وتطلعهم بدري بدري وانت وظروفك في اخر مباراه الله اعلم حسب النتيجه 1-0 2-1؟ ما انت برضه لو كل واحد فيهم اخذ انذار مش هيلعب الماتش. لو وصلت نهائي مثلا مع مانشستر سيتي او لو لعبت على التالت والرابع. فكولر بيحاول انه يجمد قلبه وزي ما تيجي تيجي، وده اللي احنا بنقوله برضه يعني. ولكن القلق اللي في النادي الاهلي هو قلق ليه بقى؟ لانه حسين الشحات وبيرستاو وكهربا وامام عاشور ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، الناس دي يا جماعه صعب تقول للي على الدكه تعالى واديني نفس ما اللاعب دي بيديني. وده بيرجع على الايه بقى؟ لنسبه المشاركه والاحتكاكات ورجله في الملعب على طول. على كل حال نتمنى باذن الله تعالى تكون مباراه بكره مباراه
قويه تليق بحجم النادي الاهلي وبنفس التركيز اللي كان امام اتحاد جده السعودي. المباراه هتكون في 8 بتوقيت القاهره باذن الله تعالى. ونقول دائما وابدا يا رب يا علي انصر الاهلي الغالي. مباراه بيتوعد فيها الكابتن محمود الخطيب لاعبي النادي الاهلي، بيوعدهم ب مكافآت خياليه في حال وصول لاعبي النادي الاهلي لنهائي كاس العالم. يا رب اكون قدرت الخص معاكم، ما بحبش اطول حضراتكم، لكن انتظرونا دايما وابدا على ملعب الكباتن، عرض تشكيل اهم الاخبار مع المباريات. اوعوا تروحوا في اي حته. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.